تعال أقولك على أول خطوة تعملها لإعادة برمجة دماغك على المذاكرة. بص يا صديقي، دماغك ما بتحبش تعمل حاجة بتحس إنها مرهقة زي المذاكرة كده، لكن بتحب تعمل اللي تعتبره سهل ومش شرط يكون مكافئ، زي التليفون واللعب والهزار والضحك وهكذا. علشان كده المذاكرة بالنسبة لنا بتبقى مملة وصعبة في نفس الوقت. طب تفتكر كده إيه اللي ممكن نعمله يخلي دماغنا تحب المذاكرة وتستمتع بيها زي الرفاهيات التانية؟ أيوة بالظبط، زي ما أنت قلت، إننا نعملها على إنها حاجة بستمتع بيها، مش حاجة مغصوبة عليا وعاوز أخلص منها وخلاص. فتعالى بقى أقولك على كام خطوة كده تعملهم وإنت بتذاكر علشان ما تحسش بالزهق وتكره المذاكرة. 1. ابدأ مذاكرة ب30 دقيقة بس. طب ليه 30 دقيقة؟ لأن الدراسات أثبتت إن الدماغ وقت المذاكرة بتفضل في كامل تركيزها من نص ساعة ل40 دقيقة تقريبا، لحد ما تقوم وتاخد ريست، وبعدها ترجع تاني بنسبة 100% تركيز. الهدف إن دماغك تحس إن ده عمل بسيط وسهل نقدر نعمله بسهولة، فتدخل تذاكر وإنت نفسك مفتوحة للمذاكرة. وبعد أسبوع النص ساعة دي هتزيد معاك تلقائيا، وهتحس إنك عاوز تزود، بس ما تزودش عن 45 دقيقة علشان تفهم كويس وتعرف تحل. تاني حاجة لازم تطبقها في مذاكرتك هي المذاكرة النشطة Active Studying. يعني ما تقراش وتعدي، لأ، اعمل لنفسك أسئلة ملخصات، خرائط ذهنية، شروحات بصوتك. ده بيزود الفهم عندك وبتخلص مذاكرة بأقصى استفادة. وده اللي أثبتته تقنية فاينمان، إن أفضل طرق المذاكرة وأكثرهم فعالية إنك تذاكر بصوت عالي وتشرح لنفسك كأن في حد قدامك بتشرح له. لو معرفتش تشرح يبقى أنت مش فاهم، لو شرحت بسهولة يبقى أنت كده فعلا استوعبت والدرس ده تمام معاك، وتدخل بعدها على الأسئلة. تالت حاجة مهمة